مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ جايب لكم النهارده تشكيله مرسيدس من اللي اتعودنا عليها مع بعض، ويلا بينا ندخل في الفيديو على طول عشان ما نضيعش وقت. اول عربيه معانا النهارده وهي مرسيدس عيون اي 230 موديل 95. العربيه دي فتحه سقف، كل الكماليات، فرش جلد كامله اوتوماتيك، فيها رخصه 7 شهور. صاحب العربيه بيقول ان الدواخل بتاعتها زيرو ورشه بالخارج بالكامل. صاحب العربيه بيقول ان العربيه الموتور والفتيس والعفشه بتوعها بحاله ممتازه جدا، والسعر قبل الفصال 230 ألف جنيه. رقم صاحب العربية 010 16 78 08 66. وما تنساش تكشف على العربية كويس وكمان تفاصل كويس عشان توصل لأحسن صفقة ممكنة. تاني عربية معانا النهاردة وهي مرسيدس 230. العربية دي يا جماعة مانيوال مش اوتوماتيك. صاحب العربية بيقول انها فابريكا بالكامل ورش حزام فقط للنظافة، والعداد بتاعها 200 ألف كيلو. صاحب العربية بيقول ان الكاوتش جديد والبطارية جديد وان كل الصيانات معمولة بالكامل. رقم صاحب العربية 05 وحايد 9027، والسعر قبل الفصال 100 ألف جنيه. وما تنساش تكشف على العربية كويس وكمان تفاصل كويس عشان توصل لأحسن صفقة ممكنة. العربية اللي بعد كده معانا النهاردة وهي مرسيدس زلاموكا 230 موديل 87 انجكشن مانيوال، معدلة ل 94. العربية فابريكا دواخل ورشة بره، والعداد 290 ألف كيلو. صاحب العربية بيقول ان الحالة بتاعتها حلوة جدا وان البطارية جديدة والكاوتش جديد والعفشة كمان جديدة. كل الكماليات تكييف وباور وسنتر وازاز كهرباء، فيها رخصة سنة، والسعر قبل الفصال 190 ألف جنيه. رقم صاحب العربية 011 58 38 09 05. وما تنساش تكشف على العربية كويس وكمان تفاصل كويس عشان توصل لأحسن صفقة ممكنة. العربية الأخيرة معانا النهاردة وهي مرسيدس موديل 95. المكنة البيضاء 2000 سي سي كاملة أوتوماتيك 4 سلندر انجكشن. العربية فيها فتحة سقف وكراسي كهرباء، رشة كلها بالكامل من بره والدواخل فابريكا. صاحب العربية بيقول إن المكنة والفتيس مفهومش غلطة وإن العفشة كلها تمام التمام. العربية فيها كاوتش جديد وفيها رخصة سنتين. رقم صاحب العربية 011 22 29 21 55. السعر قبل الفصال 270 ألف جنيه. المعاينة بتاعتها في أجا محافظة الدقهلية. وما تنساش تكشف على العربية كويس وكمان تفاصل كويس عشان توصل لأحسن صفقة ممكنة. لو لسه مكمل معايا الفيديو لحد دلوقتي فياريت بقى لايك وتفعل زر الجرس واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد وعشان تدعمني واكمل في المحتوى بتاعي.